التادر يا عيني واقف قدام صاحبته وعمال يلطم على وشه ويعيط ويقول يا رب انا ليه بيحصل فيا كده، وانا مش عارف يا رب الحق على الخوازيق منين ولا منين ولا منين. مش كفايه يا رب صوابع اللعنه الميته والمحروقه اللي انا عمال اطفح فيها واكلها من اول المسلسل وكاتم في بطني وساكت، لكن صاحبتي الوحيده يا رب يتعمل منها شاورما قدام عينيا. والتادر يا عيني هنا حرفيا بقى عمال يلطم ويصوت زي الست المطلقه ومش عارف يعمل ايه. والله حرام ده. ومن موقعي هذا احب اوجه رساله لايتادو واقول له ادي اخره مصاحبه البنات يا وسخ. الولد العبيط ده كان بيكلم مين؟ وايتادو يا عيني قاعد يفتكر في الذكريات الزباله اللي كانت ما بينهم، ورجع لليوم اللي جوكوساكي ده لقيت الشاي فيه على قميص عمك وعم الناس وعم الكوكب عمك جوشو، ما بحبش في العالم كله قده. وساعتها هنا جوكوساكي قالت اي نعم انا دلقت القهوه على قميص عمي وعم الناس وعم الكوكب جوجو، بس يا جدعان انا اشهدكم بالله، هو انا لما ادلق القهوه على قميص عمي وعم الناس وعم الكوكب اكون غلطانه، ولا اللي ساب قميص عمي وعم الناس وعم الكوكب جوجو معايا يبقى هو اللي غلطان؟ اما انك خبيث صحيح. التادر هنا قال لها بس يا هبله يا بنت الهبله انت اللي غلطانه مهما عملت، وقعدوا يحاولوا ينضفوا سوا قميص عمك وعم الناس وعم الكوكب عمك جوجو. حد هنا فزلوكه يطلع يقول لي انت ليه عمال تطبل لجوجو؟ اقول له اسمه عمك وعم الناس وعم الكوكب يا ولد. وبعدين انا مش هرد عليه غير بكلمه واحده بس، احب اقول لحضرتك ان رسم عيون جوجو مكلفه الاستوديو ميزانيه لا تقل عن ميزانيه دوله بوركينا فاسو، فنحترم نفسنا شويه. وطبعا بعد محاولات عديده في تنظيف قميص عمك وعم الدنيا وعم الكوكب عمك جوجو، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات قدر ايتادوري يطلع القميص كانه حته مطبخ بالظبط. ايه القرف اللي انا فيه ده؟ المزبله دي ايه وعلي يا استاذ؟ ساعتها هنا جوكوساكي قالت وايه يعني القميص يعني يعمل له كام؟ يعني على الجزمه يا باشا عامل له 200 جنيه على الجزمه. وقالت لايتادوري شوف لنا يا ابني القميص دوت على النت عامل كام. وبعد محاولات وبحث وتفحيص وتمحيص قدر يطلع لها سعر القميص، وسعر القميص كان مكون من رقم قدامه 5 اصفار. عمك جوجو لابس قميص سعره 250,000 جنيه، الراجل ده فخم في كل حاجه يا جماعه. وفي اللحظه دي عمك جوجو دخل عليهم عشان ياخد القميص بتاعه. وايتادوري رجع من الذكريات ديت يا عيني وهو شايف كوكيساكي مرميه على الارض يا عيني وهي معمول منها شاورما. وايتادوري يا عيني هنا دخل في حاله انهيار وكان عمال يصوت ويلطم ويعدد. وفي اللحظه ديت اللعنه مهته، ودي اوسخ شخصيه شفتها في حياتي في عالم الانمي يا جماعه. بنكس يا بنكسه فوق على رب امك فوق. استغل هنا يا عيني ان ايتادوري محطم نفسيا والخوف قيد اضلعي ولم يبقى لي شخص معي، وهجم على ايتادوري وكان عايز يركبه الشلاحه ويخزوقه زي ما خزوق صاحبته. ومهته وهو بيهجم على ايتادوري كان فرحان وفي قمه سعادته ان خزوق صاحبه ايتادوري، وهجم على ايتادوري واداله واحده الوميض الاسود سففته الاخضر واليابس. ايتادوري تقريبا قطع خلف بعد الضربه دي يا جماعه. ومش بس كده، مهته اول ما ايتادوري طار في الجو وسف الاخضر واليابس راح ماسكه وراح رازعه في الحيطه وقابل وقعد يا سيدي. ومهته وهو بيضرب ايتادوري قال له انت فتى ساذج وانت فتى لعين وسفخس عليك وعلى البطن اللي جابتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. وقال له انت تعرف ولا ايتادوري ان انا وانت شبه بعض؟ وحياة سيدي اللبلوبي انا وانت شبه بعض ولا ايتادوري؟ انت ما بتترددش لحظه في انقاذ الناس وانا ما بترددش لحظه في قتل الناس. انا قلت لكم يا جماعه مهته دوت اوسخ شخصيه هتشوفوها في حياتكم، اتفخس عليكي شخصيه وسخ. انا عايز اقول لكم يا جماعه والنبي الله يكرمكم عقبال ما ايتادوري يتفشخ ومهته يعمل معاك جلاشه، يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش في القناه، لاننا يا ابني هننزل هنا كل الملخصات اللي انتوا عايزينها وهنخربها حرفيا. وانا راجل نشيط مش زي توجاشي اللي انا احب من موقعي هذا اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك وكان يوم اسود يوم ما عرفناك. منك لله منك لله. يا عم ما تكمل انمي هانتر يا عم يا عم ابوس دماغك كمل انمي هانتر يا عم. يا اخي الله يخرب بيت معرفتك يا توجاشي، كان يوم مهبب يوم ما عرفناك وما طلعتلوش شمس. فاشترك في القناه لان انا راجل نشيط ومفيش مني اتنين وهنخربها، وتقريبا هنزل لك ملخص كل يوم. ولو انت حبيب اخوك في انمي معين حابب نلخصه اكتب لي في كومنت وما تقلقش وسيب الموضوع عليا. واعمل يا عم الحاج لايك للفيديو ان ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر عمك وعم الناس وعم الكوكب عمك جوجو. وانا بقول نكمل نروح نشوف ايتادوري لان واضح انه اتفشخ جامد. وهنا بعد ما مهته فشخ ايتادوري حرفيا واداله كلمتين في جنابه واداله بنيتين في جنابه واداله كل حاجه في جنابه حرفيا، وعمل منه شاورما وبطاطس صوابع، تقدر تقول كده ان هو فاضل له الكايزر وتبقى وجبه كومبو. احنا كفره. وفي اللحظه اللي مهته كان بيستعد فيها عشان يخلص على ايتادوري ويعمل معاه الجلاشه، سمعنا صوت سقفه مش غريبه علينا. ايوه عزيزي المشاهد، هو عزيزي المشاهد اللي في بالك والمصحف، ايوه هو عمك تودو. وانا من موقعي هذا احب اوجه رساله لكاتب الانمي، ايه يا عم الحاج تودو؟ ايه يا عم الحاج الاسم؟ هو في راجل اسمه تودو يا عمنا؟ اسب الدين واكفر يا جدعان. يعني انت يا عم الحاج مسمي الشخصيات كلها اسماء فخمه وجت على الراجل الغلبان دوت؟ يا عم الحاج تودو دوت اسم كيكه، بس على راي المثل المصري ان راح اسمي كفايه جسمي، هو المفروض ان راح جسمي كفايه اسمي، بس الكاتب منه لله مسمي الشخصيه اسم زباله. واول ما تودو دخل جه المساعد بتاعه قال له يا عم الحاج يا باشا يا كبير انا عندي خبرين، واحد حلو وواحد وحش. فتودو طبعا ما ردش عليه لانها مش ناقصه امه على الصبح، يعني مفيش اوحش من الموقف اللي احنا فيه. فالراجل طبعا حس بالاحراج وقال يبدا بالخبر الحلو، قال له بص يا باشا
باشا وعمنا وعم الناس، الفتاه اللي كان اللعنه ماهت ومخزوقها من شويه تقريبا عالجناها. انا حاسس بالفرحه اللي انت فيها يا عزيزي المشاهد لاني فرحت زيك بالظبط. راح الراجل ده مكمل وقال بص يا جماعه، والخبر الوحش بصراحه ان الفتاه ديت تقريبا ماتت. طب يا عم الحاج شكرا على الاخبار الزباله زيك، ما انت متوقع ايه برضه من واحد شعر اصفر وعامل لي قص. وهنا تودو عم المرجله كلها راح مصرخ في ايتادوري اللي تقريبا مفشوخ وبيموت حرفيا، وقال له فوق قلق فوق قلق فوق قلق، عندنا معركه يالي. ايتادوري يا عيني كان عايز يلطم على وشه ويقول انا ليه بيحصل فيا كده بس يا رب، وبيفتح عينيه لقى تودو قدامه. ايتادوري قال له يا عم سيبني في حالي يا عم، انا راجل مفشوخ يا عم وطلع عين امي، وبعدين يا عم سكونه اللي جوايا دوت قتل ناس كتير قوي يا عم، انا راجل قاتل يا عم، خلصوا عليا يا عم وريحوني يا عم. طلعيني فاصل شويه ريح، انا جالي كل امراض الدنيا. وفي اللحظه دي برضه ماهيت الوسخ حاول يهجم عليهم، بس يابا على مين يابا؟ ده عمك تودو موجود، اي نعم معانا الواد الفقر اللي وش امه بومه اللي شعر اصفر وعامل قصه دوت، بس برضه عمك تودو موجود يا عم الحاج. وهنا عمك تودو استخدم تقنيه من تقنياته واتنقل بين الاماكن وراح رازع ماهيت ورجل فشخه حرفيا. وهنا عمك تودو بعد ما فشخ ماهيت واداله رجل طيارته حرفيا راح لافف الايتادوري اللي مرمي على الارض وعمال يلطم ويعيط ويصوت، وقال له بص يا ولي احنا هنا مستعملين جيجيتسو يا روح امك. قال له ده معناه ايه؟ ده معناه يا اخويا ان مفيش العياط واللطم والسويت والكلام اللي انت عمال تعمله دوت ما ياكلش ولا يشرب معايا. انت يابا هتقوم وتقاتل بما يرضي الله ولا امشي واسيب ماهيت ويفشخك بما لا يرضي الله. وحتى لو في حد من رفاقنا ماتوا، بس طالما احنا كمستعملين جيجيتسو في حد مننا لسه عايش يبقى مفيش حد مات يا عم الحاج وهنجيب حقه. وراح الراجل ابو شعر اصفر وقص دوت راح موقف الجروح بتاع ايتادوري وقال له بص يابا انا هاخد البت المتخزوقه هناك ديت واحاول اعالجها، بس ما تحاولش ابو عشم ياخدك كتير لان هي حرفيا مفشوخه. تصدقوا يا جماعه ظلمنا الراجل ابو قصه دوت، طلع ليه فايده والمصحف. انت اعظم نعمه ربي رزقني فيها. ودخل يابا عمك تودو وورانا بصراحه ربنا قتال فاخر من الاخر. وهنا هوب دروب سكالوب يابا لقينا عمك ايتادوري قام وراح مستخدم ضربه الوميض الاسود وراح فاشخ بيها ماهيته حرفيا. وهنا بينتقل بينا المشهد لواحده يا عيني عسلايه سكريه ملبسايه اسمها مي، وهي في القطر وبتتكلم مع ميكامارو بتقول له ليه يا اسطى ما سبتنيش يا اسطى، روح مع الواد تودو يا اسطى قاتل معاهم يا اسطى واخرب لك الدنيا هناك. راح ميكامارو رد على مي وقال لها بس يا بنت عبيطه متخلفه انت لو كنت رحت انت وشويه المواكيس اللي معاكي في القطر مع تودو كان زمان كنت فشخت ومت هناك، لكن تودو دوت راجل جامد جمود مفيش منه اتنين، فلو راح هو مش هيموت وهيفشخ اي لعنه. قالت له ايه يا اسطى الكلام ده يا اسطى؟ والله العظيم ايه يا اسطى الكلام ده؟ انت تقصد ان انا ضعيفه يعني ولا ايه؟ قال لها ايوه ضعيفه وافق ومالكيش اي 60 لازمه. يعني ميكامارو دوت في جبر الخواطر ما عندوش يم ارحميني بصراحه، الراجل دوت في جبر الخواطر بيمثلني بصراحه. والمشهد هنا بيرجع بينا لعمك تودو وعمك ايتادوري وهم بيقاتلوا ماهيتو، وبصراحه ربنا كانوا عاملين شغل عالي من الغالي. وهوبا دروب سكالوب عمك تودو بيمسك عمك ايتادوري وبيحدفه بيكسر بيه الارض وبينزل له الدور اللي تحت وماهيتو بينزل وشكله كده هيتفشخ. وللمره الثانيه يابا راحوا مكسرين ارضيه الدور اللي هم فيه ونزلوا للدور اللي تحتيه، بس المره دي بصراحه ربنا مش تودو وايتادوري هم اللي كسروا، لا ده عمك ماهيتو. انا بس عايز اقول كلمه يعني صلوا على النبي يا جماعه، المباني اللي انتوا عمالين تكسروها ديت في مهندسين واخدين عليها فلوس وخرسانات وحديد مسلح وليله كبيره قوي، فيا ريت يعني يا شباب نقاتل بهدوء من غير ما نكسر 600,000 مبنى واحنا بنقاتل. ونرجع تاني نلاقي تودو راح ضارب ماهيتو بالرجل مدخله جوه الاسانسير. وهنا يا جماعه احب اقول لكم الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات لاول مره في تاريخ انمي جيتسو كايسن، يعني هو الحمد لله وصل له ان الاسانسير دوت بيقدر يطلع بيه للدور اللي فوق او ينزل بيه للدور اللي تحت من غير ما يكسر سقف او ارضيه الدور اللي هو فيه. واول ما ماهيتو طلع للدور اللي فوق بالاسانسير راح عمك تودو وعمك ايتادوري قال لك ما بديهاش واحنا نطلع على السلم بقى، وطلعوا للدور اللي فوقيهم. واول ما وصلوا كل واحد من الثلاثه استخدم 120% من قوته. انا مش عارف اوصف لكم الموضوع بالظبط يا جماعه، بس الموضوع كان مدعكه. ايه الموضوع كان مدعكه يا اخوان. والواد ماهيتو كده شكله بيتجنن وابتدى يتحول تحولات ما يعلم بها الا ربنا. فلو انت عايز تشوف ايه اللي حصل في الحلقه اللي بعديها اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب لي رايك في كومنت لان رايك يهمني جدا جدا جدا. ولو في انمي معين حابب ان نلخصه لك اكتب لي اسمه برضه في كومنت. وبس كده، سلام.